منوره الكرفان يا دينا. نقول قنبله الجيل ولا نقول هو ده الاتريبي ولا نقول دينا؟ قول اللي انت عايزه. اللي انا عايزه. قنبله الجيل الاغنيه اشتغلت في فرح شاديه. ليه طلعت عليك كده؟ مش عارفه، لقيت الناس مركبين الاغنيه على كل الحاجات بتاعتي في المسلسل، وبعد المسلسل لقيت الناس كلها بتغذي قوي قنبله الجيل، بقت فخلاص اتربطت بيا. على فكره ده السبب، احنا واحنا بنصور قبل ما المسلسل يتعرض الناس في اللوكيشن كلهم كانوا عاملين يقولوا لي قنبله الجيل، انزلي يا قنبله الجيل، اطلعي يا قنبله الجيل. فهو تقريبا الموضوع اتنقل للناس. وايه اغرب حاجه او الزز حاجه حصلت مع حد من الفانز مثلا، او حاجه في الشارع بسبب قنبله الجيل؟ كنا بنصور في عند القلعه، هو فضل واقف مستني لحد ما خلص المشهد، ركبت العربيه ومشيت، انا لقيت في حد جنبي ضارب سبرنت، هو اسرع من العربيه، فانا بقول لمريم في ايه، فقالت لي ده هو قاعد من بدري جدا مستنيكي تخلصي عشان تصوري. قلت لها طب ما قلتليش ليه، رحت موقفه العربيه ونزلت. هم جمال قوي في اسكندريه، اسكندراني يجي ويقول لك ايه ده انا بحبك ومش عارفه. دي اكتر حاجه خدت بالي منها، لان احنا المره دي قعدنا فتره طويله في اسكندريه. كنت قاعده فين في اسكندريه؟ كنت قاعده في رشدي. اوكي، صح، قاعدين في رشدي. رشدي نورت. طيب انا دلوقتي كل ده كنت بتكلم مع هدى عادي، اتكلم مع دينا بقى. لا حرام عليك بقى، انا تعبانه من دينا بقى يا اخي، بقى لي سنتين احنا دلوقتي في زهقت. عارف لما تبقى قاعد مع اصحابك يقول لك ايه ده انت بتعرف تمثل، طب ما تمثل لي مشهد كده، عارف انت. لا مش هتمثلي، انا هسالك سؤال. ازيك يا دينا؟ كويسه. دلوقتي يا دينا في العتاوله، نصب عليكي قبل كده ولا لا؟ هيتنصب عليا. طب نرجع لهدى، دلوقتي انت اتنصب عليكي قبل كده في حاجه ولا؟ يعني انا عايزه اقول محامي تعب من كتر القضايا اللي عمال يرفعها. بس مين اكتر حد بيعمل جو بقى في اللوكيشن عامه، بره عن التصوير في اللوكيشن بيعمل جو لذيذ معانا في العتاوله؟ مصطفى بوسريع طبعا، مال الحلال. مصطفى طبعا، كل واحد عنده كده حاجه خاصه بيه، بس انا بالنسبه لي ماي فيفورت هو مصطفى بوسريع طبعا. كل الكاركترز عايشين الشخصيه بره جوه بره. على فكره هم لسه من شويه بيقولوا لي هو انت ايه بقى دينا دي هتخرجي منها امتى؟ انت خلي بالك احنا بجد بقالنا سنتين عايشين معاهم. دلوقتي مثلا عندك مشهد كمان شويه بره بقى عن المشهد مع الكرو مع الناس، بتتعاملي كهدى مش عارفه، هم يقولوا لك، بس اكيد هي بتغلب عليا ساعتها بلبس الكاركتر. ممكن كلمه تقوليها كده؟ بص هو سبحان الله، هو فعلا كأن انت دوست على زرار نزلت الكاركتر دي في دماغك، في السب كونشس بتاعك، فبتتعامل بقى كده من غير ما تحس بالموضوع. يعني انا بجد بدخل البس واعمل ميك اب، انزل فجاه الاقي نفسي خلاص انا دينا خلاص. فيا رب ان اخلص منها، لان هي حاجه مش لذيذه ان انا اعيش معاها. على فكره دي حاجه وحشه جدا، بتخلي الواحد يجيله تربنه. دينا بتعمل ادوار تانية غير دينا؟ بص مركزه بصراحه في الدور ده قوي، كان عندي حاجات تانية ممكن اخدها جنب دينا، بس انا مركزه قوي السنه دي ان انا مينيمم انجح زي السنه اللي فاتت، بس طبعا نجحت بتاع ربنا في الاخر، بس يعني مينيمم اعمل اتفوق على اللي انا عملته. نعمل قنبله الجيل 2. ممكن حاجه تانية، ممكن لقب تاني. ممكن لقب تاني. مين قنبله الجيل الحقيقيه؟ قنبله الجيل الحقيقيه انا كنت منتظر الرد ده. انا كده قاعد مع دينا. دلوقتي لو انت في كرفان في وسط صحراء، مين الشخص اللي هيبقى قاعد معاكي هتبقى عايزه تقعدي تتكلمي معاه او كده، وايه الحاجه اللي هتبقي جايباها معاكي في الكرفان ده عشان تسليكي؟ هبقى عايزه مريم معايا. بص اولا انا بحب مثلا، يعني انا من الناس اللي هي لازم اجيب كل حاجه احتمال احتاجها. يعني انا شخص مش عشوائي كده يعني، لا، فانا هبقى جايبه كل حاجه معايا احتمال احتاجها. يعني هبقى جايبه التليفون اللي تشارج، هجيب الايباد عشان اتفرج عليه حاجات عشان ما ازهقش، ممكن اجيب بقى الكلبه بتاعتي بس عشان حرام مش هتقعد لوحدها كل ده. عتاولة 2 في الكرفان.